السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن سؤال بيشغلنا كتير وبنسأله لنفسنا: ليه الناس اللي ماشية غلط بتوصل للي هي عايزاه، والناس اللي ماشية صح بتشتكي من ان رزقها ضيق ومش بتوصل؟ وقلنا قبل ما نرد على السؤال ده عايزين نتفق على شوية حاجات. اول حاجة، رزق كل واحد فينا مكتوب له في صحيفته من وهو جنين، يعني لا حاجة هتقلله ولا حاجة هتمحيه. تاني حاجة، ان الرزق اللي ما جالكش ما كانش مكتوب لك اصلا، واللي جالك مهما كان قليل هو انت اللي مقصود بيه، ما جاش بالغلط. تالت حاجة عايزين نتفق عليها، ان ربنا سبحانه وتعالى مدبر للكون كله، يعني هي مش غابة كل اللي نفسه في حاجة بياخدها بأي طريقة، بالحلال بالحرام. تعالوا اسمعوا الآية دي. يقول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر أقوات الأرض في 4 أيام سواء للسائلين. معناها إيه؟ المفسرين بيقولوا إن ربنا حط معايش وأرزاق كل الخلائق من قبل ما يخلق آدم عليه السلام، من أول ما خلق الأرض. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدبر الكون كله. إيمانك بأن هو الملك الرزاق هو اللي يخلي عندك يقين ان هي مش غابة، ان مش كل واحد عايز حاجة هيوصل لها، لا، هو سبحانه وتعالى اللي بيسير الكون ده كله. الرزق مش هيجي اعتمادا على الشطارة والفهلوة والمشي بالغلط والضحك على الناس، لا، الرزق بيجي بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. رابع حاجة نتفق عليها واخر حاجة في اللي احنا عايزين نتفق عليه: هل يعقل ان معصيتك ممكن تجيب لك الرزق، وان طاعتك هي اللي هتقلله او هتبطئه او حتى هتمنعه؟ مش ممكن طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحط لنا قاعده مهمه في حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس نفث في روعي، يعني سيدنا جبريل اوحى الي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. يعني ايه؟ يعني محدش هيموت يا جماعه، لا ناقص عمر ولا كان فاضله شويه رزق وما خدوش. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني ايه؟ يعني اطلبوا الرزق بالطرق الحلال المشروعه واتقوا ربنا. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. مش عشان الرزق اتاخر شويه تروح تطلبه بالمعصيه، لا، ما عند الله لا ينال الا بطاعته. هو مش الرزق ده من عند ربنا، مش هتجيبه بمعصيتك، مش هجيبه بمعصيتك يا رب، هجيبه بطاعتك، لانه سبحانه وتعالى هو الرزاق. هتوصل له ازاي وهتوصل لرزقه ازاي؟ بالغلط. مهما اتغيرت الاسامي، سمت شطاره، سمت فهلوه، وتحججنا بان كل الناس بتعمل كده. اللي عايز مناصب بيوصل لها، اللي عايز فلوس بيوصل له، اللي بيمشي غلط بيتجوز وبيخلف، ايا كان. الكلام ده كله مش صحيح. ده رزق كان مكتوب لهم لكن وصلوه بالغلط ووصلوه بالحرام. مش عايزين نبقى كده. اوعى تفتكر ان طاعتك وايمانك بمبادئك وضميرك واخلاقك هتقلل من رزقك او هتبطئه. رزقك محدش هياخده غيرك، واللي ما جالكش ما كانش مكتوب لك. اثبت وما يهمكش كلام الناس، ليك رب اسمه الرزاق. شوف الصورة صح حتى لو الناس ما كانتش شايفاها كده. طب نعمل ايه مع الناس اللي ماشية غلط؟ هنكمل الكلام ده الحلقة الجاية. تابعوني، سبسكرايب قناة ركنة، وعلى هاشتاج الصورة الصح.